الخير علينا وعليكم مشاهدينا وين ما كنتوا، الله يسعد مساكم. امبارح صفحة إدارة مكافحة المخدرات بتنزل فيديو عن مادة جديدة نازلة على البلد، اللي هي مادة الجوكر. مادة الجوكر هاي مادة خطيرة جدا، مادة خطيرة جدا. تيجي على شكل باكيتات كأنه زي باكيت العلكة، عليه صور لباباي، صورة توم اند جيري، عليها صورة جيفارا، عليها صور هيك، ومنظرها من برا منظر الغلاف حلو يعني. فهاي الرسالة بنوجهها للآباء والأمهات ومتابعيني على الصفحة، إنه هذا الباكيت إذا لقيتوه بالبيت فاحذروا. هاي مواد عبارة عن مواد كيماوية مصنعة يدويا، يعني مواد ألعن من المخدرات، لأنه هاي المواد بصنعوها أولاد الحرام، بحطوا فيها دواء صراصير، وبحطوا فيها بخلطوا معاها سبيرتو، مواد كيماوية الله أعلم شو هي. وقاعدين الآن بروجوها بشكل مش طبيعي، الآن هي تروج بشكل مش طبيعي. فهاي المواد الشباب لو بيعرفوا شو عوارضها أو شو بتعمل بعد فترة، صدقا ما باخذها. حتى لو شاب قال لك خذ جرب تجربة يا زلمة، جوها حلو وكذا، هذا لا ترد عليه. نصيحة لوجه الله تعالى. يعني هاي المادة ألعن من المخدرات، ألعن لسه من المخدرات. هاي بعد فترة بصير عند الإنسان زي انفصام بالشخصية، بصير عنده انفصام بالشخصية. وفي بعض الحالات أخذت الشيء هذا وسببت لهم انتحار، إنه بتخليه يفوت بجو ببطل يعرف شو بيعمل هو. بتلاقيه فتح الشباك ولا هو واقع، بتلاقيه هو سايق ولا هو فايت بمكان. يعني عبارة عن مادة بتخليك تنتحر، تفقدك العقل كامل. هاي الرسالة بنوجهها للآباء وللأمهات. لا تقولي ابني بمشي مع فلان كويس، ما في شيء اسمه كويس. وبرضو الرسالة هاي كمان للآباء، تبع ورا مصروف ابنك، مش غلط مش عيب. ابنك لما يمسكوا دورية شرطة بالشارع يعني بفتشوا بشلحوا جراباته، فأنت يا أب يعني أنت ما في عليك عيب ولا في عليك حرام. ابنك هذا عادي، هذا مسؤول منك، امسكوا عادي فتشوا، ما فيها اشي. اذا لاحظت على عيونه حمار، لاحظت على ابنك في عنده تغيرات، صحته البدنية ضعيف، في عنده عصبية زيادة في البيت، اعرف انه ابنك في وراه قصة، اعرف انه في ابنك وراه قصة. ورسالة ثانية بوجهها لنقابة الصيادلة، الرجاء ثم الرجاء ثم الرجاء. في دواء الآن الشباب بتداولوه، هو دواء عبارة عن دواء للديسك، لأمراض الديسك، اللي هو الجليكا واللاريكا. هذا بيحكي لك الشباب هذا مش مدرج، هذا الدواء مش مدرج. والآن الشباب بفوتوا بيشتروه من الصيدليات عادي. في قانون نزل قبل فترة انه ينصرف بروشيتا، بس كذب. اكثر الصيدليات الآن ما بيبيعوا على موضوع روشيتا، قاعدين ببيعوا عن طريق معارف. فلان بيعرف الصيدلي، صار الصيدلي يبيعه، صار يودي اصحابه انا من طرف فلان. فهذا الشيء تبعوا عليه، وان شاء الله انه هذا الدواء يدرجوه، يعني مكافحة المخدرات تدرجوا هذا الدواء، لانه صدقا صار منتشر بشكل مش طبيعي. للاسف الشديد صارت البنات ياخذوه، يعني دخل للجامعات. فهذا الفيروس اذا دخل الجامعات برضه يعني هذا مصيبة، يعني مصيبة. يعني زمان كنا نشوف الشباب كلها تشرب قهوة، الآن بطل في سحب على القهوة، كلها على الشاي. فصار عن جد الشيء مزعج، صار الشيء بخوف. هذا دواء عبارة عن مخدر، اللي معاه الديسك اللهم يشافيه ويعافيه بياخذوه عشان يخفف الألم، لأنه هذا الدواء للأعصاب للشيء هذا. إذا سألنا إحنا دكاترة وأخذنا معلومات عنه، الدواء إذا أخذه أي إنسان طبيعي بعد فترة بيعمل عنده مشاكل، نقط على الكبد، وبصير عنده فشل بالكبد. بعد فترة بصير عنده نقط صفرة على الكبد، وبصير في عنده فشل بعد فترة. يعني الزلمة خلص بعيد، الشاب بعيد، هو مش داري عن حاله. فأنا الفيديو هذا يعني متعمد إني أطول فيه شوي، لأنه صدقا صار الشيء مزعج وخوفا على شبابنا. الآن الشباب صارت يعني بشكل مش طبيعي، يعني صغير كبير كذا صرنا نشوفه بالشارع بقول لك مو مش مدرج، اوكي مش مدرج. وحتى لو في عليه رقابة من الصيدليات كمان، ارجو يا رب انه رسالتي تصل لمكافحة المخدرات، انه كمان الصيدليات ينبه عليهم بالشيء هذا.
هذا الاشي كمان الصيدليات تتبع لهم برضو مكافحة المخدرات. والله يعطيهم العافية، مش مقصرين وما شاء الله عنهم، الله يحميهم. وارجو انه هذا الفيديو جد يصل للاباء، خاصة الاباء. انت يا اب تبع ورا مصروف ابنك لما يجي يقول لك اعطيني اعطيني اعطيني، اعرف لوين بصرفه. مش عيب يا اخي؟ اسال ابنك قول له انت وين تصرفوا هذا الحكي. يعني قاعد بتطلع على شباب عمرهم 18 19 سنه قاعد باخذ يوميا بصرف 20 25 دينار، من وين؟ من ابوك. طب ماشي، انت يا اب ابحث عن ابنك يا اخي، شوف وين بصرف فين هذول المبلغ، يعني هذا مبلغ وين بصرفه، اعرف مين اصحابه، مع مين بمشي. يا رب انه هذا الفيديو يصل للاباء للامهات، ولا تقولوا فلان كويس وفلان عاطل، لا. هذا الزمن جد صار يخوف، فعليا صار يخوف. يعني انا صدقا اخوي اذا بتاخر بعد العشرة بعمل له عرس، بصير ازغرط له، لازم اعرف وين راح. فمش عيب انه انا اطمن على اخوي وين كان، مين اصحابه، مين ربعه، مع مين بمشي، هذا مش عيب. والله يسعد مساكو. ورجاء الخاص من كل شخص بحضر الفيديو انه لايك وشير عشان يصل. ومساء الخير عليكم.